شفت اول حلقتين من مسلسل إيريك على نتفليكس. المسلسل كله على بعضه 6 حلقات. احنا في الثمانينات في منهاتن، في اب بيشتغل بابيتير اللي هو بيشغل البابتس اللي هو زي المابت شو او عالم سمسم، ولو انت قديم شويه قد اللي هو زي بقلظ وكرومبا. الولد بيتوه وهو رايح المدرسه، فاحنا بنحاول نعرف ايه اللي جراله، اتخطف، اتقتل، جراله ايه، ما احناش عارفين. كل شويه بيظهر الدليل. والمسلسل حسب التصنيف الموجود على IMDb ان هو كرايم دراما ثريلر. والحلو ان انا شاكك في كل الناس بما فيهم الاب. الديتكتيف نفسه عنده اجنده لوحده كده، ماشي بيدور على حاجه تانية. فانا شاكك في كل الناس، فده بالنسبه لي لطيف. المسلسل حود كده تحويده. الاب بابيتير وابنه كان بيرسم شخصيه مونستر، فالمونستر ده ابتدى يكلم الاب، يعني ابتدى يظهر ويكلم الاب، والاب ابتدى يتفاعل معاه وبتاع. فهل احنا داخلين بقى في سكه فانتازيا، داخلين في سكه ان الاب عنده سكيزوفرينيا وابتدى يكلم اشخاص؟ التاج لاين بتاعه The real monsters aren't under the bed. الوحوش الحقيقيه ما هياش المستخبيه تحت السرير. فهل احنا بقى المسلسل ده داخل في قصه الرمزيه وان الوحوش الحقيقيه وبنرمز ورايحين؟ هذا ما هو زوجي. لكن انا بقول لكم اتفرجوا على المسلسل، او اول حلقتين كانوا معمولين حلو قوي، والمسلسل فعلا بيشد.